وفجاه كل حاجه اتحل. عايز اقول لك ان هو فعلا فجاه كل حاجه بتتحل. والمشكله ان احنا خلقنا في عجاله ودايما متسربعين ودايما متسرعين ودايما مخنوقين ومخطوطين، ولكن هو فجاه كل حاجه بتتحل، فجاه الموضوع بيتحل. وكل مره انت بتقول ازاي هخرج منها، مش عارف اعمل ايه، واول ما ربنا بيحلها بتروح قايل اه والله تصدق ده الحمد لله. طب عيش اليقين من قبل ما يحصل، حياتك هتبقى احلى بكتير. مش قصدي حاجه، انا مش شيخ، يا رب في يوم من الايام ابقى شخص كفء ان هو يدعو الناس في اي حاجه، او ان ربنا يستخدمني في اي حاجه، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلنا مديونين، وكلنا عندنا مشاكل، وكلنا مضغوطين، وكلها بتتحل. يعني لو قعدت مع اي حد وقلت له انا متضايق دلوقتي احكي لي اي حاجه تفوقني، هتلاقيه بيحكي لك قصته، وهتلاقيه بيقول لك ده حصل وحصل وحصل وفجاه اتحلت. ما هي فجاه تتحل يا عبيط، ما هي كل مره بتتحل، وكل مره انت تروح قايل يا رب ازاي عملت ده. طيب عيش اليقين من الاول، صدقني حياتك هتكون مرتاحه وهتبقى احسن بكتير. حسيت ان انا عايز اطلع معاك واقول لكم الكلام ده. انا في اكتر فتره ممكن احس فيها ان انا مضغوط، ما عنديش اي نتائج من الحاجات اللي انا بعملها، ولكن حسيت ان انا عايز اقول لكم هي فجاه بتتحل. بس